طيبة كل الكرديات وعذوبة ماء الشلال، دافئة ضحكتها تبقى كطفولة قلب بدلال. هي كانت مذ كان اللوز جبلي البسمة والصمت، أزهار اللوز على خديها كأغاني صبايا الكرد في ليلة حناء عروس بثياب النوروز. إيه يا كرديات بلاد الغزلانيات، يا أجمل من كل نساء الأرض، لا أقصر من عمر يمضي، لم يعرف منكن بلادا تؤويه من برد الشيب وذئاب الوديان. بريفان سيعود النوروز قريبا لأغنيك وأغنيه، فتغني بدم الأشجار لنهدم أسوار الليل، كي أعلن أن الحسن والصبر على الأزمان كردي النظرة والعنوان. كامرأة خضراء المعنى تعني الصبح القادم حتما والثورة والأشعار، إذا ما ابتسمت أمرار الشفتين السكرتين كربيع طفلته أنت يا بريبان. بقناعة حلوا إذ أرضى عن كلمات تأخذني مني بيقين إلى الغيمات وللنجمات، لنغني ما بين يديك. متى الإصباح متى الإصباح ذولت إجفان المصباح، فهل تدرين بأن الأرض على مسراك تدور؟ يا حلما قد صار قريبا وسريعا يسري بي نحو الصبح كما العصفور، وحمائم نبضي تعبر بي كل حدود لأعيد لذاتي ما سلبوا منها من فرح ونشيد. باقية أنت كمجد الشمس، باقية أنت كمجد الشمس على الأوطان، لن يغلبها أو يمحوها جند الليل من الغربان. شكرا. القصيدة مكتوبة في 10 ديسمبر 2022. على فكرة هذه القصيدة يعني كانت موضوع أحد المواضيع في رسالة الدكتوراه اللي يدرسها الآن، درس جامعة المستنصرية، التدريس في الشعر العراقي المعاصر مشعل البياتي المدجن، وأيضا في دراسة في إيران الرمزية في الشعر مشعل البياتي. استلوا هذه القصيدة من ضمن الرمز اللي الأكاديمي عرف مني به يعني. هذا إحدى النواحي يعني تفسير القصيدة. وكما تعلمون مثل ما تفضل شيخنا أستاذ توفيق العقار بأنها غزلية، وفهموها كما تفهمون. مشروع زواج هذا مو هذا ما لدي. شكرا أستاذ مشعل، شكرا للقراءة. وستكون لنا قراءة باللغة الكردية، وإذا حضر الأستاذ متين ستكون لنا قراءة باللغة التركية. أستاذ طارق باللغة الكردية. تفضل أستاذ طارق. لا والله مش طبعا أرجو المعذرة إذا كانت لغتي العربية مضبوطة. في المقدمة قبل ما أحكي عن الترجمة، ست ليبان طبعا عنها معروفة، سيدة واثقة من نفسها، إنسانة معاصرة، أديبة، إعلامية، نموذج للمرأة الناجحة، نموذج للسيدة النشطة الواثقة من نفسها. طبعا أستاذ مشعل الأول تعريف الكتاب سوى خانقين، وست ليبان هي حاضرة. ست ليبان هي من منطقة بارزان، عشيرة بردي، إحدى عشائر الاتحاد اللي يسموه مجموعة عشائر يسموهم البارزانيين، هي من هاي المنطقة.
تزوجت رجل من خانقين اسمه اعتقد استاذ رزقار محمود. سيدة واثقة من نفسها، سيدة عصرية، سيدة أخلاق عالية، إعلامية، فمو سهلة إنه سيدة تسمح إنه صورتها تنشر بغلاف كتاب. عبرت عن سرورها ورحبت بالمبادرة الطيبة. هاي نموذج للشخصية الواثقة من نفسها طبعا. أستاذ مشعل مبادرة جدا طيبة إنه تجعل من سيدة ناجحة بالمجتمع مادة لنص أدبي. هذا بحد ذاته حالة إبداعية وحالة تفاعلية بين شخصيتين، شخصية المبدع وشخصية الرمز أو النموذج الإنسان الناجح. ما أطيل عليكم، كلفني الأستاذ ترجمة القصيدة. طبعا ترجمة الشعر من الأمور الصعبة. ليش؟ لأنه خصوصية اللغة تتركز بالشعر، يعني نص الرواية قد يكون أسهل، القصيدة التأليف حتى الفلسفة والقانون أسهل من ترجمة الشعر. ليش؟ لأنه الشعر يدخل مباني اللغة، يأخذ من أسرار اللغة ويركزها بلغة مكثفة. فحاولت أن حقيقة أترجم اللغة، ويبقى مدى نجاحي في ترجمة النص من العربية للغة الكردية للقراء اللي يجيدون اللغتين. أنا رح أقرأ النص باللغة الكردية، وعاد ما أدري يجاري النص بالعربي لو لا. وقد يكون قرأته لأنه بالقراءات الشعرية مؤدية. رح أقرأ أرجو أنه يناسب الواقع. فبالتالي شعر عدنان الطائر نجحت. تسلم. ولا تظن. تسلم. يعني محاولاتي يا أستاذ توفيق. بيريفان شكوري ديكا شوشكاني كرد لقوهني شاواني لنيو شاواني أودا خانماني هموجناني كردو شيرني آوي دابكان بديدة كيف خندي قرمة همي شوك كوربساواي دليتشي بناز أو هاشاني داربادم هيا خندو بيدنجكي شيائية بلبادم بسنقولنايوا وكستراني تشيجواني كرد لشبي خنبندان بتجي نوروزوا هاي خلما أسولاني كردي واتكن جوانتر لهمو جناني دنيا نكت ترلا تمنية تشيتيفا لأي ودا بنشتمان يك آشنا نبو كده سلماي كيريو برجي تشوموشيو داعضي بدات بيريبان هكذا نوروز بيتوا تاسفلان بوتو أبيش بلين إديدار بخلين دستريت لبا شوري شو بروخيني بو أوي راي بقين كجوانيو برقي زبري زمان قرتن لقاو نوشان كردانن وقجنيكي بواتاي الصوز بدلنيالية وواتاي بيدا هاتو شورشو شعريشا أقل قولي شيريني ليوانا بخنة والبهارة توي كوربكيان أي بيريبان أقل بشيريني وشكله رازيبم بدنياية وليني دستيانن برو هولو أستيران يا لبن بو أوي لبردستي تو دا بسترن يعني تواراني بدن ستران كي بيان دردان جسرا هولوري أخذ زاني زمي بدوري روي تو دا دخليتوا خليك إيدي نزيك كوتوا هالخيرا دنبات تشني شوالكا برو بيان كو تريتا وبيدرن همو سنوريكم بيدرات بو أوي هاتشي شادي وسرود هيا كليم بطالان شوا بي جارموا تو هذا مهنيت تشني شوي خور بسبب الاجتماع نانوا جندر بيشو قال الرش ناي بزينيو ناي سنتا أنا ما أعرف كردي يعني ثبت في القراءة. طبعا احكي لكم بالمناسبه كنا نجي قاطع شو اسمه قاطع مندلي ممكن قزازية بالحجابات السنه ولدي يقرا حكايه طبعا حكايتين يقرا هو من منطقه شو اسمه رانيا
يطرح حكايات فلكلوريه، كان عندنا ضابط من الموصل ملازم اول امر سيديتنا ما يعرف كردي يجي يحكي شويه الصمت. قلنا له سيدي ما تفهم ليه؟ قال طريقه الالقاء والهاي احس انا اتحسس كل شيء اسمه بالحدث بالذكر. وانا هذا الاحساس اللي حسيته الان وانا استمع لجناب شكرا الدكتور. شكرا. لا ما أقصد شكرا أستاذ طارق كاريزي على هذه القراءة والترجمة. أجاد الأستاذ طارق في ترجمة النص إلى حد كبير، مثل ما أسلف الأستاذ طارق أن ترجمة الشعر من أصعب الترجمات، لأنك يجب أن تعرف مكونات النص القصيدة وما خلف النص. كثير من المترجمين يقعون في خطأ أن يترجم النص كما هو كلغة، وهذا يعطيك ترجمة جامدة بالأخص للشعر. أما في الرواية والفلسفة كما أسلف أستاذ طارق فالترجمة أسهل. قبل أن نوجه الأسئلة إلى الأستاذ مشعل البياتي، أود أن أقتطف من مقدمة الشاعر الكبير. النص التركماني 30 نوع تقدر أنت تقول لنا؟ ما طلع، بدون ما طلع عليك. ترجمة استاذ عبد الله بس ما غدا انت الانجليزي ده بترجع ويا الانجليزي على اختصاصك. ولا أظن نقرأ الترجمات ما نخلص بالوحدة. هاي لو صار بيمر وسجل بس ترجمتها الى روسيا. أي بالمصدر. المقطع الذي أود أن أقتطفه من مقدمة الكاتب والروائي علي الأدير. قدم البياتي العديد من دواوينه الشعرية لملهمات كرديات دون أن يعرب عن هوياتهن، حتى جاءت قصيدته القمة بيريفان. هنا أفصح الشاعر عن اسم القصيدة والتي تمثل الاسم الحقيقي للأنثى أو المرأة. اختصر بها معالم الوطن الذي ظل حلمه المتجدد طوال عمره، فنحت هذه القصيدة بإزميل أفكاره ليقدم لنا أروع نشيد عن الحب. هنا يتبادر إلى ذهني سؤال يطرح إلى الشاعر يجيب عنه: لماذا هذه القصيدة بالذات أفصحت عن هوية المكتوب إليها؟ يعني تفضل بي الاستاذ علي الله يذكره بالخير، يعني فاهم المشعل الشاعر، لكن مشعل الانسان هاي حاله رمز لجمال معاصر، رمز لبنات الكرد التي انا من تاريخ جدتي من اصول كرديه، فاخوالي يعني فردت جميل هؤلاء الناس الذين انتمي لهم بالدماء كاخوال الوالد وهم اخوال ايضا. فمن هالباب ردت يعني هذه القصيده يعني كتبت لامراه انا كنت في احدى المهاجرات عندما ودعتها قلت لها بلبان احتمال اكتب بك قصيده ان شاء الله. بعد ايام كتبت هذه القصيده، لكن هذه القصيده عمقها مش عمق السيده الصديقه العزيزه بلبان، لكن عمقها يمتد الى ذكريات طفولتي، الى جدتي ذات الاصول الكرديه كما قلت. هذه حالة إنسانية أكثر مما هي حالة وجدانية، تفهم حالة وجدانية، تفهم حالة رمزية، لكن هنا أنا عمقت الحالة الجمالية الإنسانية. يعني إحنا بحاجة إلى الجمال في زمن مليء بالملوثات للأسف، يعني فصورة الوجه ولو هي الصورة هاي يعني أقرب إلى النظرة البدائية، لكن هو الشاعر هو طفل يرى الجمال فيسعى له. هكذا كانت القصيدة هي شبه احتفال بالإنسانية، ويعني إعطاء بصمة عن مشعل الإنسان قبل أن يكون مشعل الشاعر. فأنا أحب الجمال. في إحدى قصائدي ذكرتها للسيدة نارين طاهر أقول: حيث الجمال أكون
وهنا ايضا اكتب اقول حيث جمال اداء هذا الديوان الى الكوري الى اليابان الى الجمال حيث ما يكون، انا مع الجمال الى اخر حرف استطيع كتابته. انت فرشت الشعر ديوانك راح يصدر سلام من ايها الوطن البعيد. انتظر المقدمه يكتبها الشاعر اخونا على الاماره، اتصل بي قال بعد الامارات راح ارجع ان شاء الله واكتب لك سلام من ايها الوطن البعيد في كركوك. انا مواضيع شعريه منور، استاذ رضوان رضا، ايضا النقيب، ذكريات عبد الله، اصدقائي هم كلهم اصبحوا مواضيع قصائدي. هي هاي العراق، هو باقة ورد، هي احمل العرب والكرد والتركمان سنه وشيعه. انا في الهور في المركز الثقافي الاشوري رحت من هاي الهور الديوان الخامس عشر كان في ربيع يوم تسقط من البياض. فقلت لهم هاي العراق كلها بي، وكان معي استاذ محمد وابني الحاج علاء، وكل عراقي اخوي وكل عراقيه اختي. هذا اللغه المشعل ما يعني مفعم او مضخم بحب الانسانيه. فهذا الذي تجدونه جزء من اللي داخل صار على شكل قصيده انسانيه قبل ان تكون قصيده رمزيه او تكون قصيده غزليه. وشباب خانقين شلون؟ خانقين في حضور يعني 110 شخص، ومع العلم هناك اكو تحسسات حزبيه يعني. وانا شكرت وكتبت عنه. لا كان شيء جميل يعني الايام التاريخيه في حياتي الابداعيه. نتحول من العاميات إلى الخصوصيات، أي نتحدث بمكنونات النص والشكل الذي كتب به. يتمتع الشاعر في كتاباته برمزية، وهذه الرمزية ربما يصعب على القارئ أن يصل إلى جوهر النص. ربما الكتابة بلغة رمزية هي كتابة مختصة بالنخبة، لكن مشعل البياتي ومن خلال متابعتي بنصوصه وكتاباته ولديه أكثر من ديوان له، هو يكتب برمزية تسهل على القارئ فهمها، أي أن النص يصل إلى القارئ مهما كان مستواه الثقافي عاليا، أو ربما لرجل المرور والإرشاد، لكل احترامي للجميع يعني جميع ما ذكر، لكن المستويات الثقافية المختلفة من طبقة إلى طبقة ومن شخص إلى آخر تصعب من فهم النص. فقصيدة المتنبي لا يمكن أن يفهمها طالب السادس الابتدائي، وربما هناك أساتذة في الجامعة لا يفهموا الآن معنى أو ما يريد المتنبي. فهذه الرمزية الذي يتحدث بها مشعل البياتي أعطت قوة وجمالية للنص. هنا يتبادر إلى ذهني سؤال: عندما تكتب بهذه الرمزية ألا تجد أن للقارئ يمكن أن يكون القارئ أن يفهم هذا النص بشكل مغاير؟ نعم، التعدد فهم النص هذا من ميزة يضاف إلى حسنات القصيدة. أنا بطبعي الشعر بشكل عام أستاذ مهند، الشعر متاح كالرغيف الطبل والماء والهواء للجميع. أنا لا أكتب لطبقة أو نخبة. الشعر يعني معنا، يسكن معنا، يلاقي ما نلاقي من سعادات، من منغصات. الشعر كائن، وانا عندما اكتب القصيده واكتب الديوان انا ما لي فضل سوى ان اكون جزء كلمه من هذا المكتوب لا اكثر. اتعامل مع احترامي للكلمات واحترامي للقارئ. انا في عام 88 او 89 طلعت على كتاب نقدي على ما اذكر، كان عمري ذاك الوقت 20 سنه، لكن استفادت منه انه اعطي للقارئ اي قصيده، اي نص، اي عمل، ايش قد ما يكون
كامل المواصفات، فهو يصل إلى نسبة الثلثين. كتاب منتج وككاتب منجز لهذا العمل. الإنجاز الحقيقي يتم بالقارئ. ثلث مهمة نجاح القصيدة، الرواية، العمل الأدبي السلام. هذا ثلثه يقرأ القارئ. فأنا حصة القارئ يعني عن الدراية قبل لأن أنا ما كنت أكتب الشعر، لكن بدايات قراءات وما شابه فترة الإعدادية. لكن يعني وقنت بهذه، آمنت بهذه النظرة نحن للقارئ، فصرت جزء من القارئ، ما انظر له فوق نظره فوقيه، لا انا مع القارئ يعني الى اخر درجه. فهذا يسبب يمكن انتشار قصائدي، والحمد لله على ما وصلت وما وصلت الان بهذه المرحله من العمر. الرمزية في الشعر مشعل البيات هي نقطة قوة للكاتب. مقتطف من النص يقول: سيعود النوروز قريبا لأغنيك وأغنيك، فتغني بدمي الأشجار لنهدم أسوار الليل، كي أعلن إن الحسن والصبر على الأزمان. هذا المقطع يعني بالذات له وقع جميل، موسيقى وكلمات. وأنت اخترت أن تكتب على أسلوبية النص الحر وليس قصيدة العمود موزون، ولكنه تفعيلة، أي يسمى بالتفعيلة. لماذا اخترت هذا الأسلوب ولم تختاره أن تكتبه على العمود؟ هل هو النص فرض عليك أم أنت فرضت على النص؟ هي النص ما يأتي يعني مثل القدر، ما يعرف يعني يجيك بصورة عمود أو صورة ومضة أو هايكو أو تفعيلة. أنا الحمد لله أنا كتبت كيف يكتب الشعر العربي، كتبت عمود، حر، تفعيلة، حتى هايكو بالأخير كتبت، ما خليت يعني حتى ما أظلم الآخر الكاتب الآخر، وكل واحد إلى يعني إلى خصوصيته، كل الأساليب أنا أحترمها، لكن أجد نفسي في هذه القصيدة أنه هكذا أكون. أنا عندي مشروع للترجمة أيضا كردية بحدود ما كتبته خلال ربع قرن، بحدود 25 قصيدة للترجمة إن شاء الله. واتصلت بالأستاذ لطيف هرمت، إن شاء الله التقي به خلال أيام. فهذه القصائد كاتبها عن الكرد، لكن كاتبها بعمود، كاتبها من بوح مثل هاي واخريات، لكن ما يمثل يعني اللحظه الابداعيه، ما يعني لحظه الحياه. القصيدة ما تفرض، يعني اللحظة تفرض عليك. هي تفرض ما يعني انت تبدي، لكن ما تدري وين تنتهي يعني. وهاي القصيده يعني لو يعني ما تنتهي بهذه يعني المعنى مضمر مستمر في القارئ يكملها، يعني مو تنتهي بهاي النهايه اللي انا كاتبها. النهايه هنا هو يقررها القارئ، سواء كان رمزيا او وجدانيا او ما شاكلا. إذا أنت توافقني أن النص عندما يخرج من الشاعر يكون ملكا للقارئ يتصرف به كما يشاء. اي نعم، انا اعطيه القارئ، اعطيه كما اسلفت ثلث نجاح القصيده اذا نفترض انها درجه مئويه، يعني باحلى الاحتمالات يعني نقول 66، لكن يبقى 33 وثلث. القارئ مهم، ويعني فقولة القارئ اي اديب، اي شاعر، اي منتج يستهين بالقارئ يعني عن يقين اتكلمها ما يصل الى اعلى مستويات الابداع والجوده. القارئ يعني انا اذكر في 99 كتبت قصيده نشرتها بديواني قريبا من الفرح. قصيده اتذكر اسمها عصفوران. التقيت برجل سياسي في ذلك الوقت، يعني القارئ الجيد هو اللي يصنع، يساعد على ان يعلو نجم الاديب او الشاعر. في 99 وحصار
فهاي مقتطعها من الجريده، ذكر جريده الزمن على ما اعتقد، ومخليها بالمحفظه مالته، وكاتب هو ثلاثي يعني مو يعني رايه دولي، فيطلع قال شوف هاي القصيده مالتك، يطلعها من المحفظه مالته صرفته ويطريق. فهيك قارئ يعطيك دفع للسنوات ان تجل القارئ وتضع امام عينك، يعني وانت تكتب القصيده تنظر الى يمينك انك قارئ. اهلا وسهلا، انا اشكر حضورك الكريم. إيه، فهذا هذا القارئ، اهميه القارئ هو يعني سبب كبير في نجاح القصيده. هذا اللي شكرا استاذ مشعل على هذه استاذ مهند، نعم بعد سؤال اذا ممكن. نعم. طبعا الجمال مفهوم فلسفي قبل ما يكون مفهوم شعري، لكن من يتناول الشاعر الجمال هذا المفهوم الفلسفي بالبعد الانساني، الغايه من تناول الجمال طبعا شكرا. الجمال هو مفهوم فلسفي، يعني الفلاسفه تناولوا الجمال بشكل مفصل، يعني كل الفلاسفه اغلبيه الفلاسفه. من يجي الشاعر يتناول هذا المفهوم، شنو الغايه من تداول مفهوم فلسفي؟ هل هو انه تريد توصل مغازي الجمال او تريد تعبر عن مدى انساني للجمال؟ يعني الغايه من اقحام الجمال كمفهوم فلسفي في القصيده الشعريه وفي النص الشعري. شكرا الاستاذ العزيز، سؤالك جميل وجميل بنفس الوقت. مفهوم الجمال الفلسفي يختلف عن الشعر. الجمال يعني بحد ذاته اعتبره هو القمح اللي نصنع منه رغيف الخبز، نصنع الحلويات، والشعر يعتبره نوع من الحلويات. الاساس ماله هو، اتفق مع الفيلسوف انه هذا الدقيق جاء من قمح، من حقل القمح، لكن انا بمهارتي اصنع منه نوع من الحلويات اللي تليق بهالوجود الكريم. هذا جوابي. شكرا استاذ مشعل. التخصص في الكتابه الشعريه ممكن يكون نقطه ضعف للشاعر، لانه يكرر نفسه في قصيده واخرى متتابعه، لكن هذا التكرار عند مشعل البياتي كانه يجد في كل قصيدة مجموعة من الأفكار ومجموعة من التعابير والكلمات الجديدة، فقصائده ربما تتشابه في مفردة واحدة، لكن موضوعات قصائده مختلفة ولا تتشابه، رغم أنه قد اختص نوعا ما في قصيدة الغزل. جل ما يكتب لا كل ما يكتب، لأنه أيضا كتب للوطن وكتب للحزن وفي الرثاء أيضا. هنا سؤال، السؤال بشكل عام لكل الشعراء، هل الاختصاص في موضوع ما يضعف من شكل القصيدة؟ الإجابة تأخذ مجريين، لكن أنا أتكلم عن واقع. أنا كتبت ديوان أخيرا شغال لي معدل الطبع، سلام أيها الوطن البعيد، وطنيات ورثاء، يعني ترون غير مشعل الذي يكتب الغزل. الغزل بالنسبة لي هو حياة. أنا يعني بصيت بالغزل لفكرة يعني آمنت بها، يعني إنه ستنتهي الحياة وهناك رجل وهناك امرأة، هناك حب، هناك جمال، هناك عشق. فهي هذه يعني نكتب لوطن، الوطن يتحرر، نكتب لمفهوم فلسفي مثل ما تفضل الأستاذ يتناول، لكن الغزل هو أكثرهم خلودا والبقاء لله كما تعلم. فهي فكرة الحب والغزل يعني من الاشتغالات التي أعيشها. يعني أنا عايش، أنا مو أكتب القصيدة، كتابة القصيدة سهل، لكن أن تعيش القصيدة بحماستها، بحرارتها، بألمها، هو هذا. فأنا أعيش القصيدة الذي تقرؤونه. يعني أنا ذاكرها في إحدى اللقاءات، نسيت يوم أجهزة
كمبيوتر تغذى بكلمات وتكتب قصيده يعجز عن كتابتها ابي الطيب المتنبي رحمه الله عليه. لكن احساسك انك تعيش القصيده، انا اعيش القصيده وانت زاملتني ورافقتني في كثير من رايت ما رايت، انا اعيش القصيده، ان تعيش القصيده خير من ان تكتب القصيده، وخلود الشاعر وخلود الروح الانسانيه سواء لاي. هنالك ناس لا يجلسون في هذه القاعه المباركه، لكن والله يحملون من الشعريه ويحملون من الحياه ما لا يحمله الذين حصلوا على جائزه نوبل للاداب. فالحياه موجوده داخلنا، لكن احنا نقدر نطلعها على شكل شعر، على شكل محبه، على شكل مكالمه بسيطه. وهذا الاسقاطات الشعر موجود في كل مكان. فالغزل جزء من مكون كبير. طبعا التنويه انه هذا الحوار وهذه الاسئله هي اسئله اعنيه ارتجاليه لم نتفق عليها انا والاستاذ مشعل البياتي نهائيا، ومنذ ان كلفني بتقديمه لم اتصل به اصلا، واتصل به هو مرتين وانا لم اتصل به لاخذ حيزا لنفسي بعيدا عن مشعل البياتي وابتعد عن تاثيراته للرجل المؤثر. والشعر هو احد سلالم الحريه، فاذا الله يرضى عليك باسئلتي وارد عليك لا، هو انت حر في اسئلتك، وحتى وان كانت لا يعني نوعا ما لا يعني استسيغها او اتفاعل معها، لكن الشعر هو احد سلالم الحريه. والحريه هي احد سلالم الحياه. يعني نحن نكتب لنعيش. انا قبل ما اكون شاعر عندي مقوله. السلام ورحمه الله وبركاته. قبل ما اكون شاعر هذه فتره الاعداديه، وذكرتها في احد اللقاءات الصحفيه بال2000. اقول اذا اردنا ان نستمر في هذه الحياه فيجب علينا ان نعشق او نتوهم باننا عاشقون. يعني هنا العشق يصبح فهم عادي، موضوع الاستمرار بالحياه. ايضا عندي مقوله فلسفيه قبل ما اكون شاعر هذا الكلام، قبل 30 سنه هذا الكلام، اقول اعطهم ما يحبون يعطونك ما تحب. منهم هي الحياه تعطيها ما تحب، تعطيها ما تحب، تعطيك ما تحب انت. والاصدقاء والكتابه ايضا. فهي مساله اخذ وعطاء. قدمت في الحياه ما استحق ان اعيشها، والحياه اعطتني ما تستحق ان اتغنى بها، سواء كانت الحياه فكره، قضيه، عقيده، مبدا، علاقه حب، علاقه عشق، علاقه ابوه، علاقه وطن او انسانيه. هكذا انا انظر للمفاهيم بهذا الحجم، فلا تقصد علي يا اخي الكريم. شكرا استاذ مشعل على الدفاع. لنخرج من رتابه الجلسات العاديه، سأوجه سؤال للجمهور وبالأخص لطارق كاريزي باعتباره مترجما لأحد النصوص. ما هي الصعوبة التي صادفتك في ترجمة نص مشعل البياتي؟ نعم. طبعا الحضور الكريم استاذ مشعل رجل طيب، يعني ما تقدر ترد طلب حقيقة. أنا ما أكتب الشعر، فاللي ما يكتب الشعر بعيد عن عالم الشعر. صح أتذوق الشعر، أقرأ الشعر، والشعر الجميل يثيرني، يعني مثل النسيم الشعر اللي يهب عليك ما تقدر ما تتجاوبه، يعني مثل رائحة الزهور، يعني ينطي راحة نفسية للإنسان، خصوصا في هذا العصر، عصر التكنولوجيا اللي الإنسان تشوفه محاصر بالعولمة وبالحياة وزحمتها. فأستاذ مشعل حقيقة من كلفني، عندنا شعراء، احنا عندنا مترجمين متمكنين، ما قدرت أرد الطلب حقيقة. شفت نفسي أمام تحدي كبير حقيقة. قلت له تدللت أستاذ مشعل وأني أتصدى بالأمور من بطن عيني. فقرأت القصيدة عدة مرات وصار لي هواية يعني حقيقة، لأنه تعرف الصحفي يبتعد عن عالم الأدب والثقافة. أنا أكثر شيء مشغول صحافة، فلسفة، قانون، شغلات بعيدة عن عالم هذا العالم الرقيق، هذا العالم الجميل اللي يسموه الشعر، اللي هو كله عواطف وأحاسيس جميلة وياخذك للخيال. الخيال طبعا عنصر إبداعي، لكن هو في نفس الوقت
فالعالم رقيق وبنفسجي جميل وجذاب. فحاولت انه بس من حسن حظي يعني اجيد اللغتين بشكل جيد واكتب باللغتين. طبعا من صفات المترجم الناجح انه لازم أن يعرف اللغتين ويكتب باللغتين. اللي ما يكتب باللغتين تكون الترجمه صعبه. هسه انا اترجم من الكردي للعربي ومن العربي للكردي، هذا سهل امري. فحاولت انه اتصدر القصيده. ترجمت القصيده ورديت اراجعها، يعني اقراها انا بالنص الكردي واقارنها بالنص العربي. فعلا وصلت لانه مهما تحاول النص الاصلي يبقى عصيا انه تتحداه تترجم. الترجمه بصوره عامه هو تجي بناء النص هو مثل البناء، تجي تفلشه وتعيد بناءه وفق نسق جديد، لان هو كل لغه عباره عن شو اسمه انساب لغويه، انساب معرفيه. الثقافه العربيه تختلف عن الثقافه الكرديه وعن الثقافه التركمانيه واي لغه اخرى. هي ابنيه ونصوص معرفيه، انت تجي تختار المفاهيم وتبني بالنص. فصعب انه تجاري النص الاصلي. جاهدت حقيقه، يعني حاولت انه اكون امين يعني. ومرات الترجمه من مشاكل الترجمه شنو؟ انه انت تشوف هل النص ما موجود الى مرادف، او هل بناء اللغوي ما موجود، انت شو تسوي؟ تدور عن المرادف او البديل المعنوي. مثلا فالمثل بالعربي، هذا المثل ما تلقى نصا باللغه الكرديه، فشو تسوي؟ تحاول تجيب النص من ذات اللغه الثانيه، مو من اللغه الاولى، لان اذا ترجمت المثل العربي للغه الكرديه ما يعطيك المعنى مثل ما تترجم مثل كردي بالعكس للغه اخرى. فحقيقه بدأت حاولت اخذ من روح الشاعر، واني اعرف معرفه الشاعر هم مهمه، يعني تعرف نفسيه الشاعر، طريقه تفكيره، هاي مهمه. لانه انا مخالط استاذ مشعل يعني ومعايشه بعده مرات، فافهم طريقه تفكيره، هاي ساعدتني حقيقه على انه انجز الترجمه، وارجو ان اكون موفقا. يعني يبقى الحكم على القراء من يقروها، اللي يجيد اللغتين يعرف الى اي حد اني موفق في الترجمه. واشكركم. شكرا استاذ طارق على هذا التوضيح الجميل، وكان هذا يعتبر على هامش الجزء كندوه عن الترجمه يعني نوعا ما. لدينا 10 دقائق لناخذ 5 مداخلات.